تخيل معايا لحظة كده، واحد من أعظم لاعيبة التاريخ والاسم اللي كسر كل الأرقام كان ممكن ما نشوفوش ولا نسمع بيه أصلا، والسبب مش إصابة ومش فشل، قلبه هو اللي كان ممكن يوقفه. دوس لايك وصلي بينا على سيدنا محمد وخليني أحكي لك. تعال أرجعك لأول القصة. البرتغال، جزيرة ماديرا، مكان بسيط جدا، مش مليان نجوم ولا حتى فيه أكاديميات ضخمة، بس كان فيه طفل صغير عنده طاقة زيادة عن اللزوم، بيجري طول الوقت مش بيزهق، وكان عنده حاجة جواه بتقوله لازم تبقى حاجة كبيرة. الطفل ده هو كريستيانو رونالدو، كان بيلعب في الشارع، يكسب بيفرح، يخسر بيعيط، بس في الحالتين كان بيرجع من تاني. حتى وهو صغير كان عنده حاجة غريبة، ما كانش بيحب يخسر خالص حتى لو حاجة بسيطة جدا، وده خلاه يسيب أهله من بدري ويروح يعيش لوحده في لشبونة، وده كله بس علشان يلعب في سبورتنج لشبونة. قرار صعب جدا لطفل إنه يبعد عن أهله وعن حياته علشان حلم. ومن هنا بتبدأ أول صدمة حقيقية في حياته. في يوم عادي جدا، مفيش ماتش مهم، مفيش ضغط، رونالدو بدأ يحس بحاجة غريبة. ضربات قلبه سريعة جدا، مش طبيعية خالص. الأطباء عملوا فحوصات والنتيجة كانت صدمة. خلل في ضربات القلب، مش مجرد تعب، دي حاجة ممكن تنهي أي لاعب قبل ما يبدأ. تخيل وانت عندك 15 سنة يتقالك ممكن كل ده يخلص هنا، وقدامك حل واحد، إنك تعمل عملية جراحية في القلب. قرار صعب جدا خصوصا لطفل، بس رغم الخوف قرر يخاطر. قرر يدخل العملية ويراهن على نفسه. والعملية تمت والوقت عدى ببطء، والكل بدأ يسأل هل دي النهاية ولا هتبقى بداية جديدة. العملية نجحت، بس السؤال كان هل هيرجع زي الأول؟ والإجابة كانت صدمة. رونالدو رجع التمرين بعد أيام قليلة، بس أيام، وكان المفروض يستنى لمدة أسابيع أو شهور. ومن اللحظة دي حاجة جواه اتغيرت. رونالدو بقى يتدرب أكتر من أي حد، بيركز أكتر وبيتعب أكتر، كل تمرينة كأنها آخر فرصة ليه. ومن هنا بدأت الرحلة، وصل لمانشستر يونايتد، وهناك العالم كله بدأ يلاحظ السرعة، المهارة، الشخصية. الولد الصغير بقى نجم، بس هو ما كانش راضي، كان عايز يبقى الأفضل. وبعدين وصل للقمة مع ريال مدريد، وهنا كتب التاريخ حرفيا. أهداف بالجملة، بطولات وأرقام بتتكسر، وبقى واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ. كسب دوري أبطال أوروبا أكتر من مرة، وكان دايما بطل اللحظة. كمان بقى من أعلى الهدافين في تاريخ اللعبة، وخد 5 كرات ذهبية، ومع منتخب بلاده حقق بطولة يورو 2016، وحول البرتغال من منتخب عادي لبطل أوروبا. لكن القصة ما وقفتش هنا. بعد سنين من السيطرة قرر ياخد تحدي جديد، وراح ليوفنتوس. ناس كتير قالت ده خلاص كبر مش هيعمل نفس اللي كان بيعمله، لكن اللي حصل رونالدو كمل بنفس العقلية، سجل أهداف كتير وكسب بطولات وبقى نجم الفريق الأول، وأثبت إن الموضوع مش سن لكن عقلية. وبعدها رجع تاني لنقطة البداية، مانشستر يونايتد. رجع كان فيها حنين وكان فيها حلم إن الماضي يرجع، وأول لحظة سجل وخلى الناس تصدق إن الزمن ممكن يرجع. لكن الحقيقة كانت أصعب. الفريق ما كانش في أفضل حالاته، والضغط كان ضخم جدا. ورغم كده فضل يسجل وحاول يشيل الفريق، لكن النهاية ما كانش زي الحلم، وساب النادي لتاني مرة. وهنا جت المفاجأة، رونالدو راح للنصر السعودي. ناس كتير قالت دي نهاية المسيرة، لكن رونالدو كان شايفها بداية، تحدي جديد، دور جديد، جمهور جديد، وجذب أنظار العالم كله ليه. لا وكمان حول الدوري السعودي من دوري عادي لدوري الكل بيتفرج عليه. سجل أهداف وكسر أرقام وكمل نفس الرحلة، رحلة إنه يثبت إنه مش لاعب عادي. بس وسط كل الرحلة دي في حاجة الناس بتنساها، إن كل ده كان ممكن ما يحصلش أصلا. لو العملية دي كانت فشلت، أو لو كان خاف، أو لو استسلم، ما كناش هنشوفه، ولا هنشوف الأهداف ولا البطولات ولا التاريخ اللي هو كتبه. ما كناش هنعرف مين هو أصلا كريستيانو رونالدو. وده اللي خلانا نقول يمكن أعظم قصة في حياته بدأت من أخطر لحظة فيها. لو وصلت لحد هنا فاعرف إن أنت فوق 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 راسي. وما تنساش لايك واشتراك عشان بيكم نستمر. مع السلامة.